كفايه بقى، كفايه اشتغالات ونصب على اصحاب السيارات يا عيني، غلابه الدنيا، الغلا اللي احنا فيه ده والدنيا مش متحمله. بص يا باشا، اليومين اللي فاتوا دول او اليومين اللي بتاعت موضوع الغلا، من ساعه موضوع الفتيس الاوتوماتيك اللي هو بتاع النوبيرا اللي لاهي دوت، اشوف في يوم الاسعار كانت هاديه يعني، كان الفتيس كله ب 7 8000 جنيه في 15000. كان الناس بيقول لك بدل ما اصلح يا عم انا اجيب فتيس واركبه بقى، اجيب فتيس واركبه مش ناقصه تصليحه وشفت ايه. المهم بقى يعني من ساعه ما غليت باصابع بضرس الواحد تحت ضرس صنايعي. صنايعي ايه؟ انا بس بسجل يا حافظ، حافظ بسجله، واخد لي بالك انت، بقيت الواحد ضرس صباعه تحت ضرس الصنايعي. انا اقول لك كام نصيحه لله عشان ما تقعش في اللي بيقع فيه الناس اللي انا بقول لك عليه. بص يا باشا، لما تيجي عند صنايعي نمره واحد كن سائل عليه، نمره واحد كن سائل عليه. وحتى لو سائل عليه انا مش عاوزك تدي الامان خالص، ما تديليش امان خالص وتدي سكه اللي انت العربيه عندك يا باشا بعد ما تخلص، لا العربيه عاوزه 1 2 3، لا ما تروح تصلح عربيه، تصلح فتيس اوتوماتيك او تعمل عمره لموتورك او تعمل حاجه. خد النصيحه من انا ما عنديش ورشه بس عشان تبقى فاهم، ولما بيجي لي زبون بديله الحاجه اقول له خد ركبها بره فيها حاجه هاتها لي، ما فيش احتكاك يعني تقول يعني. واي زبون بيجي يعمل حاجه يركب حاجه اقول له يا باشا خد حاجتك وانت ماشي، اللي يعرف ابو وحيد يعرف الكلام ده فيه، اقول له خد حاجتك وانت ماشي ما تسيبش حاجه. بص يا باشا، نمره واحد قول له يا باشا انت هتاخد مصنعيه كام على الفتيس؟ نمره واحد انت تقف معاه وهو بيفك، تقف معاه وهو بيفك، اتفرج على حاجتك، شوف كلاتشاتك طالعه سليمه ولا طالعه محروقه، سليمه اركنها على جنب، اديك وفرت طقم كلاتشات ب 4000 جنيه 3000 جنيه زي ما يكون. الكلاتشيه الواحده بتتباع ب 200 و 250. الكلاتش طالع سليم وفي 5 بايظين، غير ال5 وركب لي الباقي. يقول لك لا يا باشا اصل انا لازم اركب لك الطقم. امين، خد القديم معاك، ما تسيبوش، ما تسيبوش، احرق دمه، احرق دمه قوي، واخد لي بالك. وتجيب الحاجه انت عاوز ايه يا باشا؟ انا عاوز 1 2 3. سهل قوي يا باشا، شركه ديكسون اهي، في فرع في المعادي وفي فرع في المروطيه وفي فرع في مدينه السلام في الحرفيين، 3 فروع. حضرتك تاخد ورقه وقلم يا باشا، عاوز ايه؟ الكلام ده ينطبق على العربيات، على المواتير، على اي حاجه. عاوز ايه يا باشا؟ عاوز 1 2 3 4. ماشي، هتحتاج كام كيلو زيت كده اوكي. تروح تجيب الحاجه وتسيبه يغسل ويظبط دنيته وتيجي تقف على ايده والحاجه بتركب. اقعد كده، هات لك كوبايه قهوه واقعد اتفرج. الكلام ده انا بقوله للكل، ما فيش حد. بص يا عم، لو جيت عندي انا ما بصلحش، انا بديك مثل يعني. لو جيت عند واحد عامل لي كره وكرسول اقعد على ايده. انت مش عاوز تقعد على ايدك ليه؟ لا اصلا ما بحبش حد لا انا عارف مش عاوز نقعد ليه، عشان ايه؟ اللي واحد جاي لي من المنصوره ممكن يسمع الفيديو الباشمهندس، الراجل جاب طقم اصلاح جديد، طقم اصلاح جديد. الراجل فك الفتيس، لقينا مركب طقم اصلاح قديم. الفتيس هيديله له 3 ايام احسن تقول اللي هو قدم، هو العربيه ما مشيتش. تقف على ايه وهو بيركب، تقف على ايده وهو بيركب وما تديليش الامان. رحت ركبت ترومبة باور خد القديمه معاك، رحت ركبت سكاتره خد القديمه معاك، رحت ركبت تانك خد القديم معاك، رحت ركبت ترومبه خد القديم معاك، رحت ركبت دينامو خد القديم معاك، رحت ركبت رشاشات خد القديمه معاك. ما تسيبش حاجه عند صنايعي. اولا انت بتبلي بيها زميلك اللي بعديك، يجي واحد يقول له انا عندي طقم رشاشات حلو ويكون بايظ، كلنا عارفين يكون بايظ ويبقى شايله له. ما تسيبش حاجتك عند حد، ما تسيبش حاجتك عند حد. وقف على حالك، وقف على حالك، هتبقاش مهمل. ما وقفتش على حالك ما تلومش غير نفسك، ما تلومش غير نفسك. وتقف على الصنايعي وبيفكر يقول لك لا انا ما بحبش كده، السلام عليكم. اعرف الصنايعي يقول لك ايه؟ لا انا هاخدها شاكب راكب كده 10 قروش. قول له ايه شاكب راكب 10؟ لا يا باشا، انت عاوز ايه؟ اجيب لك حاجتك، حاجتي تركب، اخد حاجتي القديمه وانا قاعد اتقفلت تقعد عليه، اجيب الزيت واقف على الزيت وهو بيتحط. في ناس بتغير الزيت بزيت مضروب، يقول لك ما انت اللي جايب الزيت، انا مالي، انت اللي جايبه، ما انت ما شفتش. ويجيب لك 4 عداد فاضيين يهبل. الدنيا غاليه مش متحمله فوقه.
تقف على حاجتك يا مرة، ما تقفش على حاجتك اشرب بقى، اشرب بقى وما تخنقنيش، ما تخنقنيش على المسا، بدل انت بني ادم مهمل ما تخنقنيش، ما تخنقنيش يا جدع. الواحد شايف بلاوي، شوف بلاوي بتحصل. اللهم بلغت، اللهم فاشل. تعمل عربيتك عند صنايعي تقف على ايده. صباح الفل على اجدع ناس. كلامي هيزعل ناس بس هيزعل الشمال، لكن الراجل الصح يقول لك يا باشا ما تقف، انا والله يا باشا هاخد 5 قروش، هات الحاجه انت بس عادي. انت محروق ليه لو الزبون يجيب الحاجه وبتزعل ليه وبتقلب وشك؟ صباح الفل.